أكيد شفت هذا الشخص البطل من قبل، بس بتعرف شو قصته؟ اليوم ما رح أحكي عن شخصية غريبة ولا عن قصة بعيدة. اليوم رح نحكي عن بطل من عنا، بطل سوري حر اسمه مازن حمادة ابن دير الزور. هذا الشخص اعتقل من بداية الثورة السورية سنة 2011 لل 2013، وشاف أهوال ما بينوصفوا بالسجون، بس حتى بعد كل هالتعذيب يلي عاشه ما كسروا إرادته وما قدروا يسكتوا صوته. فلما طلع من السجن هرب لهولندا، وهنيك صار يحكي عن الظلم يلي عايشه هو وغيره. حكى عن التعذيب، عن القهر، وعن الحق اللي لازم يرجع لكل السوريين. بس النظام المجرم ما قدر يتحمل الحقيقة، هددوه بعائلته إذا ما رجع وسلم حاله. مازن أكيد اختار ليضحي بنفسه كرمال يحمي أهله وكرمال ما يلمسوا شعره من عيلته. فلما رجع لسوريا بسنة 2020 قتلوا عيلته قدام عيونه، وبعدها عاش أبغض وأشنع أنواع التعذيب مرة تانية. وفي إحدى المعتقلين اللي كانوا معه لما طلع من السجن صيدنايا قال أنه انطلب من مازن ينفي كل الكلام اللي قاله عن النظام أو رح يضل يعذبوه، ومع هيك ما رضي لحتى ينفي الكلام. وبعد ما سقط النظام للأسف لقوا جثته محروقة من كتر التعذيب. بس لعلمك يا عزيزي المتابع، صوته ما مات، صوته باقي فينا، كلماته محفورة بقلوبنا، وحقنا رح يضل مطلبنا. الله يرحمك يا مازن، كنت بطل وعشت بطل ومت بطل، ولعنة الله على كل ظالم قتل أحلامنا وأصواتنا. خليني نرجع لنقول بأن أنا سيفة وبس هيك، وعاشت سوريا حرة.